السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند البط، وعايزه اقول لكم البط واخد كفايته، فاضل ساعة على المغرب او اقل من ساعة على المغرب ويدن. طبعا احنا كده حاطين الوجبتين بتوعه، الوجبه بتاع الصبح والوجبه بتاعت ايه بعد العصر، يعني هو واكل وفايد منه كمان في القروانه اكل اهو. طبعا الميه بصوا حدث ولا حرج. عرفتوا بقى ان المفروض البط يتربى على السطح. لو اوضه كنت مش هتلاقي تغيير، تبني ونشاره وتنضفي وتعملي. بغير المكان بقى، مثلا دلوقتي المغرب هيدن اهو وهيبيتوا، اروح بقى انا الصبح احط لهم مثلا الايه الصينيه بالبوله هنا. بغير المكان بحيث ان انا لما اغير المكان ده ينشف، ما احطش كل يوم في مكان واحد الميه في مكان واحد، ميه على ميه على ميه غلط طبعا، والسقف هيرنخ وهيبقى المشكله. لا، غيري المكان عقبال ما المكان التاني ايه ينشف. دي اللي احنا بنقول يا جماعه. البط المفروض يتربى على السطح، البط المفروض يتربى على السطح في الواسع. اصلا كده كده البط بيجي على الواسع، المكان الواسع، وهو اصلا البط بيحب المكان الواسع، يعني هو اصلا كده كده البط بيحب المكان الواسع. طبعا الناس اللي دخلت القناه جديد، البط يا ام مصطفى نوعه ايه؟ معايا بيور فرنساوي، اللي هو الابيض ده بيور فرنساوي، والاسمر مسكوف يا جماعه ار 41. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي. فرق كتير مع الخلطه اللي احنا عملناها. الناس بقى اللي بتقول ان البط الار 41 بيبيض، يا جماعه احنا بنقول البط الار 41 اللي قدامكم ده ممكن يبيض وما بيرقدش، ممكن يبيض وما بيرقدش، مش ما بيرقدش 70 80%. احنا بنتكلم على الاحسن في الاحسن، الاحسن في الاحسن في الامن، اللي انت تجيبي حاجه انت مأمنه عليها وعارفه ان دي مليون المية هتبيض. قلنا رقم واحد البط السوداني البلدي بتاعنا، اللي هي البطه السمراء اللي هناك ده. شايفين البطه اللي بتورش ده اسمر فابيض؟ دي بطه بلدي سوداني. جايباها ليه بقى؟ انا جايباها من والدتي بنيه ان انا ان شاء الله بامر الله دخل المسكوفي مع بطه بلدي ورقد عندي. دي البط اللي يرقد معاكي مليون المية، مش 90 ولا 100%، لا مليون المية. البط البلدي السوداني اول حاجه رقم واحد في الرقد. تاني حاجه بقى البط المسكوفي الخليط. البط المسكوفي الخليط اللي بيبقى الذكر ايه زي ما احنا بنقول دلوقتي، ما هنخليين البطه دي عشان ايه نخلي معاها ذكر مسكوفي خليط. بيبقى الذكر مسكوفي والبطه ايه بلدي سوداني. يبقى دي المسكوفي الخليط. البطه بتبقى بلدي والذكر المسكوفي زي اللي قدامكم ده، يبقى ايه ده المسكوفي الخليط. ده تاني حاجه بعد الايه بعد البلدي يا جماعه. دي تاني حاجه يا جماعه بعد البلدي. الار 41 دي بقى رقد عند حد او بيض عند حد، دي حظوظ بقى ودي نصيب، ما شفتش الله اعلم. بس انا اعرف ان نسبه الرقد بتاعته ضعيفه جدا، ممكن يبيض وما يرقدش. في ناس بتقول في التعليقات، حد سالني فلقيت متابعه، الله اعلم بقى معايا على القناه او مش معايا، برضو تعليقها على راسنا من فوق، الله اعلم ممكن يكون فعلا بيض عندها، بتقول لها ده بيض عندي، الله اعلم. انا ما شفتش، بس انا اعرف يعني بنسبه 70 80% ان بيبيض وما بيرقدش. احنا بنتكلم يا جماعه الاحسن في الاحسن. ايه اللي انت تبقى واثقه منه وجايبه حاجه تعمل انتاج عندك وانت مطمنه ان الحاجه دي هتبيض وترقد على البيض. وعايزه اقول لكم على حاجه بقى، والدتي قالت لي خلي بالك اما يكون بطه واحده، يعني زي البلدي السوداني اللي انا وريتها لكم دي، بطه واحده مع ذكر بتصح بسم الله ما شاء الله، بتبيض ممكن تبيض لك بال 25 وبال 30 بيضه وترقد عليهم وتطلعهم كلهم. البطتين اما يكونوا بطتين، الناس اللي بتجيب بقى للذكر بطتين وثلاثه ما بيصحوش في الرقد. ممكن يكون حد يختلف معايا برضه ويكتب في التعليقات لا ده انا عندي بطه 3 بطات على ذكر. ما شفناش ما شفتش ولا برضو ما شفتش. بس انا بقول لك والدتي بتقول لك بتقول لنا لما يكون بطه واحده مع ذكر بتصحي في الرقد. حتى لو بلدي ممكن تجيب لك 20 30 بيضه وترد عليهم وتطلعهم كلهم. لما بيكون بطتين ما بيبقوش حلوين في الرقد ولا في الايه ان هم يطلعوا البيض كله ايه يعني يفقسوه كله. فهمت؟ انا برضو والله معلومه خدتها من والدتي وبقولها للناس اللي معايا على القناه. انا لسه ما شفتش، بس انا فعلا كنت مرقده من 3 سنين وكانت بطه بلدي مع ذكر مسكوفي خليط، كانت ذكر مسكوفي خليط وكانت بطه بلدي،
والله يا جماعه كنت مرقداه على 32 بيضه، طلعت لي 31 بيضه. يعني انا صدقت والدتي في كلامها، لاني انا رقدت عندي كده، والناس اللي بقى اللي معايا المتابعين القدام خالص على اول قناه عندي هم اللي عارفين وشافوا عندي البط وهو طالع، وربيته. وبسم الله ما شاء الله كان الحجم مش قادره اقول لكم. في المده اللي كان عندي البط دي، وبعد ما كبر بعد 4 شهور او 5 شهور اتواصل معايا متابع من شبرا مصر، من عندنا من مصر، والله قال لي انا عايز نتايتين وذكر مسكوفي خلط. قلت له العنوان كذا، جه البلد والله، وقابلت ابوهم واديتهم له. بسم الله ما شاء الله في الرق، وكان طالع عندي من الرق. فممكن تكون فعلا بنسبه 80 90% زي ما والدتي بتقول، ان ممكن تكون بطه واحده وتصح يعني ترد على البيض وتطلعه كله، اما يكونوا بطتين في بطه بتخيب وبطه ما بتخيبش، او ممكن تكون اللي ما بتخيبش ممكن تطلع نص البيض برضه. فاما يكون بطه واحده مع ذكر احسن، لان في ناس بتكتر وتحط بطتين 3 مع ذكر. لا يا جماعه، لو بطتين مع ذكر ماشي، بس هي امي بتقول لي الاصلح بطه مع واحده مع ذكر، يعني الاحسن بطه مع ذكر. وبعدين لما يكون بطه مع ذكر وتطلع لك 20 30 بيضه، وربنا يكرمك حتى في ال 30 بيضه ب 20 بطه مش شويه. ولو ربنا كرم ب 20 بطه ب 20 بيضه، وربنا كرم ب 15 ولا بال 20، مش شويه يا جماعه، مش شويه. بسم الله ما شاء الله. بس انتوا تلاحقوا عليهم اكل. الا بقى الناس اللي عايزه تعمل مشروع ومثلا بتحط كل انتايتين مع ذكر مع انتايه، يعني في ناس بتحب تعمل مشاريع زي دي، بتحط ذكرين مع نتايتين او ذكرين مع 4 نوتش. دي على حسب بقى، دي بقى ارزاق، ودي حاجه بقى رزق بتاع ربنا. ممكن سبحان الله ربنا يكرم، دي ارزاق يا جماعه. والرقاد دي ارزاق. في بطه بترقد وما بتفلحش، في بطه بترقد وبتفلح، في بطه بترقد وبتاكل بيضه، في بطه بترقد وما بتفقس البيض، الذكر بيبقى مش حلو خايب، ناس بتذبحه وبتجيب ذكر غيره. دي ارزاق، نرجع ونقول دي ارزاق. لكن الار 41 ان انا اعرفه ان هو بنسبه 70 80% ما بيرقدش، انباض ما بيرقدش، ممكن يبيض بس ما يرقدش. البط البيور الفرنساوي ده بيبيض بس ما بيرقدش، ما بيطلعش انتاج، ما بيطلعش انتاج. اللي انا بعرفه بقول عليه، ولا ما اعرفوش ما اقولش عليه يا جماعه. حاجه عندي خلفيه بيها بطلع اقولها، ما عنديش خلاص. في ناس جربت بقى الله اعلم، انا ما شفتش ما جربتش. اهو عندي والله كل حاجه عندي هيبان. عندي المسكوف الار 41 اللي انتوا بتقولوا بيبيض وبيطلع، هنشوف. وعندي البلدي عادي. ما هنسيب مثلا بطه كده وبطه كده مع ذكرين، ايه المشكله؟ يعني هنسيب بطه بلدي مع بطه مسكوفي ار 41 صافي مع برضه ذكرين، مش هنقول بقى ضبطتين مع ذكر مع ذكرين، ايه المشكله؟ ونسيبهم برضه لما نشوف، نجرب. الحياه تجارب، مش ما عندنا دي وعندنا دي، ونجرب ونشوف. واي حاجه بنطلع وبنقول حقيقه، بنطلع يا جماعه فعلا حصل، مش حقيقه يا جماعه لا ده ما بيرقدش، هنطلع ونقول. بس ربنا يكرم لما نبقى رجل ايه للرقاد. ماشي. حبيت بس الفيديو كده بسيط نقول المعلومتين دول، لو عايز حد يستفاد من اي حاجه انا قلتها. بقى دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ورضاكم. بس بالله عليكم اللي يشاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.